يا مساء الخير عليكم، برحب بكم في قناتي قناة المخرج البير أنطون. حلقتنا النهارده يا جماعة حلقة مهمة جدا سواء للناس اللي قدمت السنة دي في معهد العالي للفنون المسرحية أو معهد العالي للسينما وما توفقتش، أو للناس اللي إن شاء الله ناوية تقدم السنة الجاية في الأكاديمية. ممكن حد يجي يقول لي طب احنا لسه قدامنا سنة، احنا جاي تتكلم من دلوقتي؟ فأقول له تصدق كلامك صح وأقنعتني. احنا المفروض ما كناش نتكلم النهارده، احنا كنا المفروض نتكلم من اسبوع، من شهر، من سنه فاتت، عشان خاطر الديفوهات اللي الناس وقعت فيها وافتكرت ان هي خلاص كده لمت الدنيا وان خلاص الموضوع سهل. لا، انا مش بحبطكم، بس فعلا الموضوع محتاج ان احنا نكون مؤهلين ومجهزين نفسنا ليه كويس، ونخلي بالنا من كل المشاكل والتركات البسيطه. في حاجات انا اتكلمت فيها وفي حاجات الناس وقعت فيها، فانا لميت كل المشاكل دي والنهارده هنتكلم عليها عشان نشوف ايه بس نقط الضعف اللي ممكن تبقى عند الشخص اللي ناوي يقدم في المعهد، وان شاء الله بالتوفيق لكل الناس السنه الجايه. يلا بينا نبدا. ورجعت لكم تاني وهنتكلم على شوية حاجات كانت سبب من الأسباب إن ناس ما قدمتش أساساً أو حصل معاها مشكلة، وإحنا كنا اتكلمنا في النقطة دي. أول نقطة، أنا كنت مأكد على الناس يا جماعة التواصل هيبقى معاكم بالإيميل. فأنت اوريدي لما بتيجي تخش تملى الابليكيشن أونلاين بتحط إيميل. قلت يا جماعة لازم نتأكد من الميل، نخش على الإيميل بتاعنا ونتأكد الباسورد مظبوطة وكله تمام. حصل مع أكتر من حد، وده الناس دي بعتت لي وكان عندهم مشكلة وما عرفوش يحلوها، ان هو بيحط الايميل بتاعه خلاص، هو المفروض ان الورق بتاعه اتقبل، فالمفروض هم بيردوا عليه على الميل. هو بقى بيحاول يفتح الميل فاكتشف ان هو الباسورد غلط او نسيها. هو عنده كذا باسورد وكلنا بننسى، يعني ده وارد، بس حاجه زي كده انا كنت منبه عليها. فمهم جدا ان احنا لما بنيجي نقدم بالايميل لازم نكون فاكرين الباسورد، عشان مش هينفع تيجي تخش عليه تاني الميل وتعرفش تخش عليه، مش هينفع تقدم نفس الداتا بتاعتك باتنين ميل، فدي بتبقى مشكله وتضطر لازم تروح مركز الخدمة الإلكترونية عشان خاطر تشوف المشكلة دي ايه حلها. عشان كده يا جماعة اللي ناوي يقدم لازم يخلي باله يتشيك قبل ما يحط الإيميل ان الإيميل ده اوريدي شغال، اوريدي هو حافظ الباسورد بتاعته عشان ما تحصلش مشكلة. دي أول مشكلة واجهت الناس. المشكلة التانية المهمة ان الناس، أنا قلت يا جماعة لازم نخلي بالنا ان احنا نتحرك بسرعة، لأن الميل وانس ان هو اتبعت المفروض خلاص بيقولك ادفع الفلوس بالفيزا عشان خاطر يتحجز لك مكان عشان الاختبارات. ففوجئت باكتر من حد برضو جه قبل اخر يوم في التقديم وابتدى بقى يرد على الميل وابتدي يشتغل. وفي ناس حصل معاهم مشكله ان هو راح مركز الخدمه الالكترونيه وخلاص كان بيخلص في الورق ده، كان ساعتها اعتقد كان يوم خميس، كان هما بيقفلوا باب التقديم في الغالب على الساعه 2 او حاجه، في ساعه واحده او الساعه 2 مش متذكر بالظبط الوقت. فحد راح الخدمه الالكترونيه وخلاص بيظبط الورق وخلاص المفروض انه يدفع. لما جه يدفع كان خلاص باب التقديم اتقفل، فقعد يقول لي طب انا اعمل ايه؟ طب انا دفعت ال 100 جنيه، طب انا هعمل ايه ومش عارف ايه. اولا ال 100 جنيه دي ده ثمن الخدمه اللي بيقدمها لك مركز الخدمه الالكترونيه عشان يحط لك يابلود الورق بتاعك وكده. ده ملوش علاقه خالص بالتقديم للمعهد، يعني انت لسه ما وصلتش لمرحله ان انت ورقك تقدمه في المعهد. احنا بنتكلم ان الاستماره اللي ثمنها لا يرد اللي هي كنا ب 2000 جنيه دي قصه تاني، انت لسه ما وصلتش للمرحله دي، انت دفعت ال 100 جنيه دي عشان خاطر هم يرفعوا لك الورق ويظبطوا لك الدنيا. فانت عشان اتاخرت جاي في اخر يوم بتبعت الورق فخلاص التقديم قفل. هو كمركز خدمه هو ملهوش سلطه انه يعمل لك حاجه، لان هو خلاص هو بيرفع الورق بتاعك، بس كاكاديميه خلاص هم باب التقديمات اتقفل، فمش هينفع. هم لو قالوا باب التقديمات يقفل الساعه 1 يبقى 1 ودقيقه مش هينفع يقبل حد تاني. فنخلي بالنا من النقطة دي، وزي ما نبهت كذا مرة ان احنا نبعت الحاجة بدري ما نتأخرش. والميل وانس ان احنا بعتناه خلال يوم او يومين بيردوا عليك لما بيلاقوا ان الشروط مستوفاة عندك، السن وسنة التخرج وكل حاجة تمام، بيبعت لك يقول لك تمام ادفع الفلوس بالفيزا. فيا ريت الخطوة دي ان نكون بنعملها بسرعة. المشكلة التانية برضو اللي احنا بنبقى مسؤولين عنها، ده سواء في اللي بيقدموا في المعهد العالي للفنون المسرحية او المعهد العالي للسينما، الفكرة ان احنا مش بنبقى مستعدين. دي مشكلة كبيرة يا جماعة. الدراسة اللي احنا كنا بندرسها قبل الأكاديمية حاجة والأكاديمية دي حاجة تاني، على رأي أحمد حلمي، ده حمادة وده حمادة تاني.
احنا دلوقتي في المرحله اللي قبل كده بنذاكر ونحفظ، سواء انت بقى دبلوم سواء انت ثانوي عام مش مشكله، بس هي فكره ان انت بتذاكر وتحفظ حاجات وتروح تحطها في الامتحان. الاكاديميه بفروعها المختلفه سواء معهد سينما او فنون مسرحيه الدنيا مختلفه شويه، فانت لازم يكون عندك باك جراوند حلوه عشان تقدر تجتاز الاختبارات، لان هي 3/4 اختبارات فنيه وبتعتمد ان دماغك تكون شغاله وان انت تكون مصحصح وانت بتجاوب. فانت لو اوريدي شخص ما عندكش الخلفيه دي فمش هينفع ان انت تقدم، وانا بنصحك ان انت ما تقدمش، لان انت هتقدم هتضطر تبقى مشدود وعندك حلم وعايز تحققه ومش عارف ايه وهتدفع فلوس، وفي الاخر ثمن الاستماره هتبقى راحت عليك وثمن التقديم راح عليك وكل حاجه، وفي الاخر هتحبط. فلازم نكون مستعدين. نستعد ازاي؟ انا كنت بلاقي ناس بيكلموني قبليها باسبوع يقول لي طب ممكن معلش تبعت لنا مشهد، طب مشهد لغه عربيه، طب مشهد لغه عاميه. طب ما انتوا المفروض تكونوا حافظين الكلام ده وعارفينه. انا راجل مش خريج فنون مسرحيه، يعني انا بدور زيك على نصوص وبقول لك خد 1 2 3، بس انت المفروض تدور بنفسك تبذل مجهود، لان هو الاكاديميه دي حتى لما هتلتحق بيها الشغل بتاعها ما فيش دكتور هيجي يقول لك خد الكتاب ده وخد الكتاب ده وذاكره، لا ده كله شغل، في مراجع هتقراها، في كتب هتقراها، انت هتشتغل مع نفسك. ده الكلام ده سواء للمعهد العالي للسينما او معهد فنون مسرحيه، فهو الدراسه شكلها مختلف. فبالتالي انت لازم تكون تعرف تتحرك، تعرف تدور على الحاجات اللي ممكن تعملها، تكون بتشتغل على نفسك، تذاكر. ده الكلام ده من قبليها بفتره، لان هو ده اللي بيفرق بين طالب وطالب، عشان ما تجيش بعد كده وتزعل. يعني لسه كانت في حد كان واحده مكلماني عماله تعيط وتقول لي طب انا ايه ده، اصل هي بوسايط ومش عارف ايه. بلاش نعلق على كلمه الوسايط، هنقول في وسايط نقول في كل حته في وسايط، تمام. في دكتور مثلا عايز يدخل ابنه او قريبه وبتاع، ما فيش مشكله، دي احنا ما عندناش مشكله، هيدخل المعهد، بس بعد كده هيعمل ايه؟ ما هي بعد كده انت في عندك بروجكت واثنين وثلاثه بتشتغل عليهم، بتشتغل على نفسك، بتعمل عروض سواء مسرح او لو انت في سينما في بروجكت بتعمله كل ترم، بتصور فيلم، بتعمل حاجه. فانت لو مش شاطر خلاص انت كده انت اللي يعني اقصيت نفسك، يعني دخلت المعهد بس فشلت. فبلاش بقى نعلق بقى على شماعه ان في وسايط، لان في ناس اوريدي دخلت وده على ايدي. يعني السنه دي الحمد لله انا في 3 انا كنت بتابع معاهم، كانوا 2 منهم كانوا معايا في الورشه بتاعت الاخراج اللي انا كنت عاملها، الورشه التاهيليه. فالحمد لله دول اتقابل، واحد في القاهره وفي واحد تاني في فرع اسكندريه، وفي بنت تاني هنا في معهد سينما اتقابلت وانا يمكن كنت سبب، يعني ربنا سخرني كسبب بسيط ان الناس دي تتقبل. فانا سعيد ان في ناس اتقابلت. فدول الناس دول انا يعني ابصم بالعشره، دول ما كانوش وسايط، ما كانوش جم درسوا، يعني كان سهل انهم يروحوا يقدموا مع نفسهم. بس الناس دي عشان كانوا اوريدي عندهم خلفيه، انا قعدت معاهم الاول كانوا مذاكرين عندهم شويه معلومات وانا كملت عليهم بشويه معلومات تاني، فالموضوع بقى مكتمل بالنسبه لهم، فالموضوع تمام. فبلاش بقى نقول وسايط، لو في وسايط بس في ناس تاني بتخش من غير وسايط. بس الفكره ان احنا نشتغل، ما يجيش واحد في معهد فنون مسرحيه يجي قبلها باسبوع يقول لي طب اعمل العاميه ايه، طب النص في حد انا استغربت كمان مثلا بيسالني بيقول لي طب هو انا لما اجي اعمل المونولوج وانا هقول الجمله وارد على نفسي؟ قلت له طب انت فاهم يعني ايه مونولوج؟ احنا مش بنقول ديالوج، هنقول مونولوج. ديالوج يعني 2 بيردوا على بعض، فمونولوج يعني واحد، يعني انت هتشوف جزء من النص اللي انت هتقدمه سواء لغه عربيه او لغه عاميه، انت بتكلم شخص تاني ما مش مستني الرد بتاعه، هو مش هيرد عليك. فيعني ابسط الامور انت داخل تقدم، فانت لازم تبقى فاهم ايه الفرق بين المونولوج والديالوج، تمام. بلاش بقى نستعجل الامور. ناس كتير بتبعت لي برضو على سواء على الشانل او على صفحه الفيسبوك. كانت في واحده لسه بعتها لي بتقول لي طب انا دلوقتي لما هبقى ممثله يعني الاجر بتاعي هيبقى كام؟ فاجر ايه اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي؟ احنا بنتكلم دلوقتي لسه في اول ستيب، لسه هنشتغل على نفسنا ونذاكر ونفحت نفسنا عشان نخش المعهد. لسه بقى هشوف انا هاخد كام، وانت لسه بقيتي يعني وصلتي لاي مرحله من المراحل عشان تبقي ممثله حتى، ولا تطلعي في دور ثانوي تبقي كومبارس حتى تعدي من ورا الكاميرا عشان تسالي هتاخدي كام. وده اتكرر برضو مع كذا حد. برضو في ولد كان عايز يبقى مخرج بيقول لي هو المخرج بياخد كام؟ طب ما المخرج بياخد كام فين يعني هياخد فين امتى؟ يعني هياخد فين وامتى وكام؟ دي سؤال ده ما تسالش دلوقتي. انت تعدي اول مرحله ان انت تذاكر وتذاكر وتذاكر عشان ان شاء الله ربنا يكرمك وتخش الاكاديميه، وبعد كده تشوف بقى لما تشتغل مخرج هتبقى. ما في ناس كتير شاطره جدا مخرجين كبار قوي قاعدين في بيوتهم، ده حاجه توفيق من عند ربنا. حاجه تاني مهمه لازم يعني نعيها ونكون مركزين فيها قوي. لازم كل ما انت مهاراتك كانت متعدده ده هيفرق معاك جدا، سواء انت بقى داخل. هنتكلم الاول على فنون مسرحيه وبعد كده هنتكلم على سينما.
لو انت داخل فنون مسرحيه، ما انت ممكن وارد جدا ان انت حافظ المونولوج كويس اللي هو باللغه العربيه واللغه العاميه وخلاص عديت ده، مفيش مشكله. بس انت عندك الاختبار الابداعي ده انت ممكن تعمل فيه اي حاجه. فانت ممكن يقول لك غني، ممكن يقول لك ارقص، ممكن يقول لك ارتجل. ما الارتجال ده قصه تاني، ما الارتجال ده مش هتقعد تقول اي كلام ونهري وخلاص مع بعضينا، لا الارتجال ليه قواعد. لازم يكون جسمك مرن عشان لو بيقول لك اعمل حركات معينه تعرف تشتغل. لازم يكون عندك توافق عضلي عصبي زي ما قلت قبل كده، ان انت ممكن يخليك تعمل حركتين مع بعض. فكل ده انت تبتدي تتدرب عليه. نو واي ان انت تيجي قبليه باسبوع ولا شهر وتقول انا هتدرب. يعني هتحفظ امتى وهتبتدي تجود امتى؟ ده ما فيش الكلام ده. فده مهم، انت لو ناوي تخش المعهد تكون بتشتغل على نفسك كده. وارد ان هو يسالك عن مسرحيات كتير، فانت لازم تكون عارف وقاري في الادب وقاري في الاساطير القديمه والكلام ده كله، لازم انت تكون مجهز نفسك فيه. بالنسبه لمعهد السينما بيحصل معاهم نفس الكلام. يعني انت ناوي تخش مثلا قسم تصوير، خلاص انت مثلا خدت ورشه تاهيل للتصوير، مفيش مشكله، بس انت لازم يكون عندك حته الموهبه. بتصور بموبايلك، تنزل تصور في الشارع، بتظبط كومبوزيشن الصوره، الابعاد بتاعه الصوره. ان هو في الورشه الابداعيه هيجي يقول لك صور حاجه، ممكن يديك شويه صور ويقول لك رتبهم ترتيب، احكي لي بيهم قصه. فكل ده مش هيجي في يوم وليله، ده انت وقت عايش بقى في الكلام ده. فلازم تكون مركز كده. انت داخل مثلا قسم اخراج، فممكن يقول لك اكتب لي قصه، ما انت لازم المخرج يبقى شاطر في السيناريو، اكتب لي قصه مثلا 5 6 صفح 10 صفح، هو هيحدد لك قصه يكون بدايتها كذا، واقعد انت ارتجل كده وابدع في شغلك. حتى في امتحانات بتاعت معهد سينما برضو انا عندي حلقات حاطط فيها امثله من الامتحانات وحللها. بيقول لك دايما هتلاقي ان في الهيد بتاع السؤال بيقول لك اترك لخيالك العنان. يعني ايه؟ يعني ما يعني في ابداع. ما هو الابداع؟ اول حاجه الواحد ايه الابداع؟ اللي هو الخروج عن المألوف. فانت هتيجي تكتب، ابدع. هو عايز وجهه نظرك، مش عايز كتابه زي ما قلت ان انت خريج ثانويه عامه فانت حافظ وبتكتب. ما هو لو عايز حد بيحفظ وحد بيكتب كان ممكن يقول لك المجموع بدل ما هو 55 يخليه من 80 90%. لا، ما انت ممكن تكون مجموعك يدخلك كليه طب، بس للاسف هتيجي تخش الاختبارات. وانا دي شفتها، يعني في ناس كانوا جايبين بس بيحبوا فعلا التمثيل والسينما والكلام ده. في حد قدم في معهد سينما انا اعرفه وكان مجموعه يدخله كليه هندسه، بس للاسف لما دخل الاختبارات فشل، لان هو ما عندوش الموهبه الكافيه انه تؤهله انه يقدم في معهد سينما. فده مهم يا جماعه، كل واحد يشتغل على الحته اللي هو هيقدم فيها. لاني بالمنطق كده خلينا واضحين. يعني الناس اللي عندي على الفيسبوك، انا الحمد لله السنه دي بعمل دراسات عليا في اكاديميه الفنون في معهد نقد فني، احنا قسم سينما وتلفزيون. المفروض كان في اختبار، فهل انا رايح الاختبار مش عارف هم هيختبروا يقولوا ايه؟ مش معنى امتحان يعني، بس قصدي عارف ايه اللي انا همتحن فيه؟ هل انا محتاج ان اسال انا هعمل ايه؟ انا رايح ادرس نقد سينما وتلفزيون، يبقى هو اكيد السؤال هيروح مديني حاجه فيها نقد سينما او تلفزيون. زي ما انا كمخرج ببدا العمل من اوله، من اول ما بيبقى فكره لغايه ما فيلم بيطلع الناس بتتفرج عليه. فكره الناقد العكس، ان هو بيبتدي يفنط الحاجات، يمسك بقى حاجه. فرحت ماسك فيلم قعدت اذاكر فيه عشان اشتغل عليه، سواء بقى موسيقى، اداء ممثلين، مش عارف كده. هل انا ساعتها قعدت افكر قلت طب انا ممكن يختبروني في ايه؟ طب انا ذاكر شعر عربي مثلا ولا شعر جاهلي؟ طب ما انا مش داخل قسم ادب، انا داخل قسم اذاعه وتلفزيون. هل انا مثلا قلت هيختبرني مثلا في طريقه عمل المكرونه بالبشاميل، اشوفها بقى بالمكرونه المقصوصه احسن ولا بالمكرونه اللي هي سباكيتي؟ يعني كل حاجه يعني بالمنطق. انت داخل رايح تمتحن، فانت عارف دنيتك ماشيه ازاي، فانت لازم تكون بتشتغل على الحته دي. هتخش قسم تصوير، انت اوريدي شاطر في الحته دي، نمره واحد الموهبه، انت شاطر في الحته دي فتبتدي تنميها بقى بورش، في حاجه اسمها تغذيه بصريه، فانت على طول بتشوف مناظر جميله، تخش معارض، تتفرج على لوحات، كل ده هيفيدك. مخرج تكون بتتعود نفسك ان يبقى عندك خيال، بتكتب سيناريوهات، بتعمل الحاجات دي، كل ده مهم. ممثل زي لازم تتعود على الارتجال، تتعود انك تغني، مش لازم يكون صوتك حلو بس على الاقل ودانك تظبط التون بتاع المزيكا. جرب هات اغاني وغني معاها، احفظ اغاني، ما هو ممكن يقول لك غني اغنيه طب مش حافظ. كل دي حاجات مهمه، دي انا شايف انها النقط الاساسيه اللي ناس كتير فشلت السنه دي في التقديمات بسبب كده. وبالعكس ده في ناس كمان تعبت نفسيا اكتر انهم عدوا اول مرحله بس جم فشلوا في الورشه الابداعيه. فكل ده مهم، كل ده مهم، لازم نبقى مؤهلين نفسنا من دلوقتي. اللي حابب يخش حاجه يبتدي يذاكر على نفسه من دلوقتي، عرف ياخد ورش ماشي، يتفرج على اليوتيوب دلوقتي في حاجات كتير، حاجات على اليوتيوب تعليميه، ده مفيد. اتفرج على افلام، روح مسارح، اي حاجه تعملها.
عشان حضرتك وحضرتك ما تجوش في الاخر وتزعلوا وتقولوا طب احنا ايه ما دخلناش ليه، لا ده هم بيدخلوا بوسايط ومش وسايط، بلاش نعلق زي ما قلنا على شماعه وسايط. احنا نعمل اللي علينا وان شاء الله ربنا هيوفقنا كلنا. تمام. بكده حلقتنا تكون خلصت. لو اي حد عنده اي اسئله يبعت لي على التشانل او على الماسنجر بتاع صفحه المخرج البير انطون على الفيسبوك، وانا هرد على الاسئله على طول. وبالتوفيق والنجاح لكم جميعا. شكرا. سلام.